احمد زاهر من الناس اللي بيتقال عنه دايما دمه حامي قوي وخصوصا على بناته. عشان كده ظهر من فتره في مهرجان تكريم هو وبنته ليلى، واتعصب لما لقى المعجبين والصحفيين بيتلزقوا فيها، وساعتها ما همهوش اي حد قدام الكاميرات كلها، وقال اللي يفكر بس يحط ايده على واحده من بناتي بحجه انه معجب او بحجه يعني اننا فنانين فهنعديها، فانا مش هسكت. وفي مره حد ساله وقال له بس دول معجبين يا استاذ احمد، ايه المشكله لو حصلت يعني ممكن تعديها؟ فرد عليه بعصبيه وقال له اي معجب على عيني وراسي وانا تحت امر الناس كلها، بس ليه تحط ايدك على بنتي برضو؟ ومن بجاحتك كمان بتعمل كل ده قدام ابوها؟ هي هبت منك ولا ايه؟ هو احنا في امريكا؟ انا لولا بس انه قدوه وشخصيه عامه كنت ضربته، لكن ما احبش ابدا حد يشوفني ويقلدني في تصرف زي ده. ولما في ناس انتقدوه على اللي عمله رد بمنتهى الحزم وقال متهيألي مفيش حد في جمهوري هيزعل مني عشان أنا راجل، ومش هقبل تحت أي مسمى بتصرف زي ده من أي حد مهما كان مين، ومش معنى إنها فنانة فالناس تفتكرها مستباحة. هو المفروض يعني الواحد يمشي بجردات ولا إيه؟ من ناحية تانية بقى، هو عشان راجل طيب بزيادة وما بيحبش أبدا يكسف أي حد، بتلاقي بناته الاتنين بيغيروا عليه أكتر من أمهم، لدرجة إن ليلى بالذات ممكن تتخانق وتتعصب على أي واحدة تتصور معاه لو حست بس إنها بتدلع عليه بزيادة وبتتميص عليه، وهو يقول لها يا بنت ما ينفعش كده، دي ماما نفسها ما بتعملش اللي انت بتعمليه، لكن هي برضه ما بتمسكش نفسها ابدا قدام اي موقف يحصل قدامها بالشكل ده. ولما اتسأل بقى السؤال المعتاد، طب انت ليه سايبهم يدخلوا الفن وانت عندك العقد دي كلها؟ خصوصا ان في فنانات كتير بياخدوا راحتهم على الاخر في التصوير مع المعجبين عادي. رد وقال انا مربي بناتي كويس وهم عارفين حدودهم لوحدهم، والحدود دي الفن مش هو اللي هيكسرها لهم، وانت كمعجب ليك عندي اني اطلع لك شغل مظبوط ويعجبك، لكن مش بحجة انك بتحبني فلازم تلمسني وتحضني. وفي نفس الوقت متصالح مع نفسه جدا، وما عملش زي رجالة تانيين في الوسط الفني بيقولوا انا اعمل كل حاجة براحتي لاني راجل عادي، انما محدش من اهل بيتي يعملها. لكن زاهر اللي بيمشي عليهم بيمشي عليه بالظبط، وحاطط نفس القواعد لنفسه قبل ما يحطها لهم. ولما في ناس علقت على كلامه وقالت انه متناقض لان بناته بيتلمسوا ويتحضنوا عادي في التمثيل، ناس تانية هي اللي ردت عليهم مش هو اللي رد، وقالوا ان ده ما بيحصلش اصلا ولا حتى في المهرجانات الفنية وهم بيتصوروا مع بعض، وبالتحديد مع هشام جمال اللي كانت بنته ليلى عاملة مسلسل معاه من جزئين وطالعين متجوزين من غير كل الحاجات دي. الحق يتقال احمد زاهر من يومه جدع وابن بلد وبيسجل مواقف كتير، خصوصا لو موقف ليه علاقه باي بنت حتى لو مش بنته، زي ما ظهر قبل كده في برنامج مقالب واتخانق مع ظابط علشان كان بيزعق للمذيعه وعايز يقبض عليها، وساعتها برضه ما همهوش شكله ايه ولا حد هيقول عنه ايه، المهم يعمل اللي مقتنع بيه طالما شايفه صح. أحمد زاهر نموذج لفنانين كتير بيشتغلوا في صمت وما بيحبش الدوشة، بس الأهم من كده إن اللي مش بيقبلوا على أهل بيته مش بيقبلوا برضه على نفسه، والعكس صحيح. وفي نفس الوقت ماشي بمبدأ لو حد داسلي على طرف أيا كان مين مش هيهمني أي حد، ومش هيفرق معايا أبدا أي حد يشوفني إزاي حتى لو كان الحد ده من الوسط اللي أنا فيه. عشان كده ما تحكمش على أي حد أبدا من شغله، لأن كل مهنة في الدنيا فيها كده وفيها كده، حتى لو أنت طول عمرك فاهم غير كده.